سلام من الله عليكم. قبل كل شيء اكتب الآن في التعليقات توقعك لنتيجة الهلال والقادسية، من سيفوز الهلال أم القادسية؟ طبعا المباراة تقام يوم السبت يوم 13/9/2026 في ملعب أرينا، ملعب الهلال. المباراة يعلقها المعلق فارس عوض، والمباراة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن. طبعا المباراة ستقام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. زي ما احنا شايفين الآن على الشاشة المواجهات المباشرة بين الهلال والقادسية في الدوري فقط، يعني هم لعبوا في مسابقات ثانية، لكن الإحصائية هذه الآن في الدوري لعبوا 14 مباراة، يتعادلوا في 2، فاز الهلال في 11 مباراة من أصل 14، وفاز القادسية فوز وحيد على الهلال في الدوري، يعني كعب الهلال أعلى من القادسية. لكن الآن الفترة الحالية فترة الاحتراف، أتوقع أنه حيكون في تقارب في المستويات، وحنشوف في قادم السنين وقادم الأيام إيش حيصير بالضبط. هذه المواجهات بين الفريقين. طبعا آخر نتيجة للهلال كانت في الجولة الأولى، فاز على الرياض 2-0، وفاز القادسية على النجمة 3-1. طبعا نبغى التعليقات وتتفاعلوا في التعليقات، ايش التشكيلة المناسبة للهلال وايش التشكيلة المناسبة للقادسية. تظهر امامكم على الشاشة اخر 5 مواجهات سابقة بين الفريقين. طبعا فوز الهلال في 4 مباريات، تخيل عزيزي المتابع، والقادسية فوز يتيم وحيد فقط على الهلال. كان العام الماضي بعد ما القادسية تقوى وتقوى بالمحترفين وجاب محترفين، وصار تقريبا مستوى متقارب من الهلال. حنشوف مباراة صراحة ممتعة، مباراة أتوقع حتكون مشوقة بين الفريقين. الكل ينتظر القادسية ماذا سيقدم أمام الزعيم الهلالي بالتشكيلة النارية الحالية. طبعا نبى توقعاتكم لهذه المباراة، ايش تتوقعوا مين حيكون نجم المباراة؟ ايش حيكون ظهور نونيز؟ هل حيسجل؟ كذلك ثيو هرنانديز حيبدع على الطرف. طبعا مين كان في جديد في الهلال؟ المهم الاسماء القادمه الجديده في الهلال ايش حتسوي في المباراه هذه؟ نفس الشيء للقادسيه. القادسيه صراحه يعني خبر محزن انه اوباميانغ مشي من عندهم وراح تقريبا الدوري الفرنسي. طبعا المباراه يعني حتكون مباراه مثيره بين الفريقين. اكتبوا التعليقات ونشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. مع السلامه.